ببيضة واحدة بس، وحضروها بقى لانها سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. كمان هتعجب كل اللي موجودين في البيت. في شفشق الخلاط او الكبة انزلي ببيضاية عليها نص كوباية من الحليب وربع كوباية من الزيت، وكمان هحط رش بسيطة من الفانيليا. هاخد بقى الكلام ده كله اضربه كويس جدا، مع الاضافه طبعا لنص كوبايه من السكر. وهنا السكر يرجع لك تماما، تقدري تحطي من معلقتين لحد ما توصلي لاربع معالق، يعني نص كوبايه. هضرب الكلام ده كله مع بعضه في قلب الكبه او الخلاط لحد ما اتاكد ان كله اختلط ببعضه والسكر داب معايا كويس جدا. صليتي على الرسول؟ طب صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك بتاعك. عايزاكي تجربي الوصفه ديت وتقولي لي رايك فيها ايه، وكمان عايزاكي تشيريها عشان الكل يستفيد ويعملها. بشويه مقادير صغيرين هتفرحيهم كلهم. هنعمل ايه؟ هنعمل بانكيك طعمه خطير. بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعضيها نزلت بكوبايه واحده من الدقيق، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا لحد ما كله يختلط ببعضه. المقادير اللي قايله لك عليها مظبوطه، ولا هتزودي ولا هتقللي اي حاجه. هقلب كله بالشكل دوت كده، ودوت القوام اللي انا عايزاه. في طاسه بقى على النار تكون ما بتلزقش، ولو عندك طاسه الومنيوم او تكون بتلزق يبقى دهنه زيت، لكن اللي احنا هنستخدمها ما بتلزقش يبقى مش هندهنها اي حاجه. بانكيك بقى ليكي حريه الاختيار، سواء عايزه حجمه كبير او صغير براحتك خالص. انا بحب اعملها كبيره كده، ما بتاخدش وقت معايا في السوى، وبتعمل كميه حلوه وكله بياكل. بصراحه بيني وبينك انا ملحقتش اصور لك اي حاجه غير واحده او اتنين. عايزه اقولك خطيره. اول ما تطلع الولاد هياكلوها كده من غير اي حاجه خالص. سهله سريعه طعمها حلو. مش عندك اي حاجه تحطيها فوق الوش عليها، رش عليها شويه سكر بودره. الله على الجمال، بتبقى خطيره يا جماعه. اول ما تلاقيها عملت كده فقاعات من فوق الوش تعرفي اللي هي استوت. هنقلبها اقل من ثانيه وبعد كده هنشيلها. نبدأ ننزل اللي بعديها، بس اهم حاجة النار تكون هادية جدا عشان ما تلسعش منك من تحت وتديكي لون غامق في النهاية. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تقولي لي رأيك ايه، وتقومي على طول تنفذيها، واستناكي تصوريها وتبعتها لي كمان في الكومنتات. دي كده عايزه اقولك بقى تقدري تعملي حجم صغير، حجم كبير شويه، تقدري تعمليها بحجم الطاسه كلها لو انتي حابه. بصي اول ما تبدا اللي هي تعمل فقاعات بالشكل دوت زي القطايف اللي احنا بنعملها مع بعضينا، خلاص في المرحله ديت بتكون استوت خلاص تماما. تقلبيها بقى على الناحيه التانية، والله على الجمال. نقدر بقى نزينها بايه؟ تعالي وانا اقولك. شويه بقى صوص شوكولاته، صوص كراميل، ممكن شويه سكر بودره. لو عندك عسل ماشي مفيش مشاكل، تعملي لها عسل تقيل زي بتاع الكنافه. ممكن تقطعي عليها شرايح كده من الموز. اي فاكهه متوفره عندك مش هتقولك لا. طعمها حلو جدا. يلا بسرعه قومي اعملي.